لما تلاقي نفسك عملت زي ما عملتش يبقى ما تعملش تاني، ولما تلاقي نفسك جيت على نفسك زي ما جيتش ما تجيش على نفسك تاني، ولما تلاقي نفسك التنازلات والتضحيات ما بتتقدرش ما تجيش على نفسك تاني، ولما واحد يتساوى بالصفر يبقى نوفر طاقتنا لنفسنا ونتشاف زي ما نتشاف بقى. عايزين أولادكم يكونوا متزنين نفسيا ويحبوا الأب والأم زي بعض ويحبوا البيت. اسمعوا الفيديو ده كويس قوي ووصلوا الفيديو ده لكل الناس. احترم مامتهم، قدرها، اوعى تهينها قدامهم، لازم تكون كلمتها مسموعة قدام الأولاد، ولو هي عملت حاجة وانت هنتها قدام الأولاد بكرة هم هيقلوا منك ومنها. وكلامي للزوجة، حب باباهم قدامهم، لو ضربهم لو غلطوا ما تدافعيش عن الأولاد ضده، هما لو حبوكي أكتر منه انت كده بتموتي سند البيت. لازم يخافوا من الأب ويحترموه، ولو الأب اتعامل بعنف شوية اتكلمي معاه بعيد عن الأولاد مش قدامهم. التفاهم مهم جدا قدام الأولاد، احترامكم لبعض هو ده السر الحقيقي لاحترام الأولاد ليكم. 8 نصايح عملية علشان تتعاملي مع الناس والحياة بشكل أسهل وأكتر قوة وثقة. أول حاجة، اعرفي قيمتك وحدودك، ما تسمحيش لأي حد يقلل من احترامك أو يحطك في موقف مش مريح. اتعلمي تقولي لأ بطريقة لطيفة لكن حازمة علشان تحمي نفسك من أي حاجة ممكن تعمليها وانت مش راضية عنها. 2، التواصل الذكي، اسمعي كويس قبل ما تتكلمي. الناس بتحب اللي يفهمهم ويهتم بكلامهم، ولما تتكلمي كلامك فيه ثقة، وعلى قد ما كلامك يبقى قليل بس عارفة انت بتقولي ايه كويس. خلي كلامك واضح وهادي بدل الانفعال، وده بيخلي اي موقف صعب ابسط. 3، اتعلمي ازاي تتحكمي في عواطفك، يعني بلاش دايما تكوني تحت تأثير الغضب والإحباط. خدي نفس عميق قبل اي رد فعل وحاولي تفكري في افضل طريقة لحل المشكلة. 4، قربي من الناس الكويسة، الناس اللي بيحبوكي بصدق وبيدعموكي، وابعدي عن الناس السلبيين. الناس السلبية هترجعك لورا، هتنزلك لتحت مش هترفعك. 5، اهتمي بنفسك أولا، صحتك النفسية والجسدية أهم من رضا كل الناس. خصصي وقت لنفسك سواء رياضة، قراءة أو حاجة انت بتحبيها، ده بيقويكي في مواجهة ضغوط الحياة. 6، صدقي إحساسك، غالبا إحساسك الداخلي بيعرف مين الشخص الجدير بالثقة ومين لأ. ما تتجاهليش إحساسك حتى لو كل حاجة قدامك بتقول العكس. الطيبة مش ضعف، دي قوة، بس استخدميها مع الناس اللي يستحقوها، وخليكي حازمة مع الناس اللي بتستغلك أو بتقل منك. 7، ما تتناقشيش مع اللي مش فاهم، في ناس مهما شرحتي مش بيفهموا علشان مش عايزين يفهموا أصلا، ساعتها الصمت انسحاب مش ضعف. رقم 8 وآخر حاجة وأهم حاجة، ثقتك في نفسك بتبان في 3 حاجات: طريقتك في الكلام، طريقتك في وقفتك ومشيتك، انك ما تسيبيش حق. خليكي هادية بس قوية، انت تقدري تكوني راقية بس في نفس الوقت محدش يستهون بيكي.